انت عمرك سألت نفسك ازاي ممكن نستفيد من المالانهاية؟ المالانهاية يا صديقي هي واحدة من اصعب الالغاز اللي ممكن تكون ما اتحلتش بشكل كامل في الرياضيات، ومع ذلك هي مش بعيدة عننا، احنا تقريبا بنستخدمها وبنستعمل تطبيقاتها كل شوية. ويمكن اشهر تطبيق عليها هو معادلة فورير، ان انت ممكن تعبر عن اي اشارة في الدنيا بمجموعة لا نهائية من منحنيات الساين والكوزاين، ودي عموما اشهر معادلة في هندسة الاتصالات. التفاضل والتكامل اللي هم مسؤولين عن كل انجاز وصله الانسان مبنيين اصلا على فكرة المالانهاية. ما هو التفاضل هو عبارة عن اني بجيب التغير عند اي نقطة من عدد نقط لا نهائي على اي منحنى، والتكامل هو اني بجمع مجموع النقط اللانهائية دي. ده حتى كمان المالانهاية بتستخدم لما اكون عايز اعبر عن حاجة كبيرة جدا وانا مش عارف هي كبيرة قد ايه بالظبط. يعني مثلا السلك بالنسبة للالكترون بمالانهاية، عدد خطوط الفيض المغناطيسي اللي بيخرج من كوكب الارض بمالانهاية، الكون بالنسبة لنا بمالانهاية. هو ممكن ما يكونش بمالانهاية حقيقي، لكن هو كبير جدا بالنسبة لنا لدرجة ان احنا ممكن نعبر عنه ضمنيا بانه بيساوي ما لا نهاية.